سعيد جدا طبعا ان انا موجود معاكم النهارده، لكن اتمنى ان احنا قبل ما نبدا الحوار، ان انا اقدم تعزيه لجميع اهالي الضحايا اللي فقدوا على ايد الرئيس محمد مرسي. كما يعني اتضامن انا كشاب من محافظه الشرقيه او كاحد النشطاء، نتضامن جميعا مع جميع مدن القناه في يعني شيء غريب جدا ان الرئيس مرسي او القائمين على قرار تطبيق الحظر على مدن القناه الباسله اللي ادوا تضحيات كتير جدا، ازاي ان انا احجر على الناس دي، ازاي ان انا امنحهم ان هم يعبروا عن ارائهم. فانا بقدم تعزيه وفي في حاله حزن شديده جدا يعني من اللي حصل. احنا زي ما انت بقى من الشرقية هندخل كده في موضوع مهم جدا في محافظة الشرقية، والحالة والأمن والحياة موجودة في الشرقية. والوضع طبعا زي ما تشوفين احنا في اشتباكات كثيرة جدا كانت في محافظة الشرقية خلال الفترة الماضية، والتعدي على ديوان عام محافظة الشرقية وغيرها برضو من الأماكن اللي ممكن نتكلم عنها بشكل كبير جدا. اه، انت وصفت كده الحالة كان شكلها ايه كده في محافظة الشرقية خلال الأيام الماضية، ومن تعدي على الديوان عام محافظة الشرقية وغيرها أيضا من الأماكن الأخرى في محافظة الشرقية. والله هوضح لحضرتك شيء، يعني احنا كنا بنقول ان محافظه الشرقيه من المحافظات اللي عندها تبلد ثوري. ده نظر طبعا لان قربها من القاهره، ومعظم النشطاء كانوا بيحبوا يشاركوا في ميدان التحرير. لكن الفترة الأخيرة دي احنا شفنا ميدان تحرير موجود في الزقازيق، شفنا شارع محمد محمود موجود في الزقازيق. لذلك احنا كنشطاء موجودين الفترة اللي فاتت دي، كنا موجودين في مدينة الزقازيق. مش عاوز اقول لحضرتك يعني احنا كانت البداية طبعا من الدعوات للذكرى السنوية لثورة 25 يناير. كان في تنظيم ليها للقوى الثورية والقوى السياسية اللي موجودة في المحافظة. كان يمكن أول يوم احنا دعينا ليه يوم 25، إن احنا هتطلع فيه مسيرتين هيطلعوا منظمين، في ناس مسؤولة عن التنظيم ده، إحداهم طلع من مسجد الفتح اللي هو موجود في منطقة القومية بالقرب من منزل الرئيس محمد مرسي، والأخرى بالقرب من وسط البلد في مدينة الزقازيق. دار اليوم طبعا بعد الصلاة طبعا المسائل كانت سلمية جدا، وكان شيء منظم، كل واحد الهتاف ما كانش حكر على أحد، كان كل واحد بيعبر عن رأيه بكل حرية. طبعا لما لعند بعد المغرب تحديدا فقدت المسائل اللي موجودة الحالة السلمية. احنا طبعا ايه تدخلت. احنا طبعا هنتكلم كتير استاذ سامح، ويمكن وانت معانا موجود معانا طوال حلقتنا، لكن انا عايز ارجع تاني واتكلم عن بورسعيد ويوم السبت، اليوم الصعب جدا، وفاة 30 واحد من ابناء محافظة بورسعيد. يعني كان صعب جدا، من ضمنهم طبعا النقيب وايضا امين الشرطه وكل ابناء بورسعيد. وكان فيهم اتنين من اللعيبه اللي بيلعبوا، واحد فيهم في المريخ وواحد فيهم في نادي المصري وطبعا السابق كان. وحاجه كانت صعبه جدا وظروف كانت صعبه، لكن كان يوميها ايضا في 322 مصاب. في البدايه خالص كانت الموتوسيكلات كانت بتجري، اللي احنا ضد طبعا لان الموتوسيكلات انتشرت بشكل كبير جدا في بورسعيد، لكن قد ايه كان ليها دور كبير. انا كنت بشوفهم كلهم بياخدوا الناس